وتوقع أن تنتهي الحرب في وقت قريب جدا. وذكر جال مورو واسمه الحقيقي كومسا ديريبا في اتصال هاتفي أن المقاتلين الموالين للحكومة بدأوا بالانشقاق، وإن مقاتلي جبهة تحرير أورومو أصبحوا قريبين للغاية من النصر حسب تعبيره. وأكد قائد جيش تحرير أورومو أن الحكومة الفيدرالية تحاول فقط كسب الوقت وإثارة حرب أهلية في البلد، ولهذا تدعو الشعب للقتال. طبعا قبل أن نبدأ نقاشنا ننوه إلى أن هذه الصور من نيويورك، حيث يرتقب بيان من مجلس الأمن بعد جلسة ناقشت الوضع في إثيوبيا. معنا هنا في الاستوديو اللواء فايز الدويري، خبير استراتيجي والعسكري بك حضرة اللواء. لنبدأ بهذه التصريحات من قائد جيش أورومو، حرب نفسية أم قد تكون فيها جانب من الواقعية بالحديث على أن المعارك ستحسم قريبا وأصبحنا دخلنا إلى العاصمة؟ أعتقد أن الحديث مبكر، لأنه هذا هو يتحدث تحققوا تقدم، لكن هم على مسافة 380 كيلومتر من أديس أبابا. هذا الهجوم من اتجاه الجنوب. هناك احتمال أن يكون الهجوم من 4 جهات. تجراي من الشمال وهم على بعد 400 إلى 420 كيلومتر. الأورومو من الجنوب على بعد 380 كيلومتر. هناك هجوم باتجاه الشرق لقطع طريق سكة الحديد والطريق الرئيسي الواصل إلى جيبوتي، وهم على مقرب 80 كيلومتر منه. وهناك احتمال هجوم أن يكون باتجاه السهول حتى يؤدي إلى بني شنغول. وبالتالي لاحظ الآن هناك قتال على 4 جبهات. لا يزال الحديث مبكر، لكن المآلات مفتوحة والاحتمالات كثيرة. وخطاب المسؤول من الحكومة المركزية، هذا الخطاب أنا أسميه بالخطاب المتشنج، لا يساعد على الوصول. لأنه إلقاء نظرة على هذا الواقع، نحن نتحدث عن بلد 80 عرقية، نتحدث عن بلد فيها 13 عرقية وفيها 10 أقاليم الدستور يمنحها حق الانفصال وليس فقط التمدد أو تنسيق. وهنا نقطة مهمة لواء فايز، عندما نتكلم على كل هذه المجموعات التي تحالفت وأعلن تحالفها في واشنطن، التيغراي، الأورومو، بني شنقول، أوغادين إلى غير ذلك، الطرف الآخر ما الذي يدعمه؟ ما الذي يمكن له عناصر القوة في مواجهة كل هذه المجموعات؟ هذا هو المستغرب من هذا الخطاب، لأنه لو ألقينا نظرة على تحليلية، ما هي السيناريوهات المحتملة؟ هذه تعطينا إجابة على سؤالك. الآن السيناريوهات المحتملة أن تتفوق القوات تيغراي والأورومو من الهجوم من الشمال والجنوب والوصول إلى العاصمة. في هذه الحالة إذا سقطت العاصمة لا يعني أن كل شيء انتهى، سيدخل صراع جديد بين تيغراي وأورومو. الخيار الثاني لمنع سقوطها عليهم أن يستعينوا بأساس فورقي بأريتريا، وإذا تدخلت أريتريا هذه كمان سبق لها وتدخلت وكانت هناك مجازر وجرائم. ما هو الخيار أن يحدث انقلاب عسكري على سبيل المثال، وهناك مؤشرات داخلية قد لا يتحدثوا عنها. هناك عدم توحد، لا أقول انشقاق، عدم توحد في موقف القادة العسكريين من مقاربات أبي أحمد. وبالتالي هل يحدث هناك انقلاب وتتغير الصورة كليا؟ لكن هذا ليس بالحل. الحل الوحيد فقط لا يوجد غيره حسب وجهة نظري، وهو الالتقاء على نقطة متوسطة، أي تقديم تنازلات من الجانبين للحصول على توافقات لا تفضي. هو الآن مطلوب رأس أبي أحمد على الأقل لا يبقى في منصبه. المطلوب من الأورومو والتيغراي وبني شنغول وغير ذلك، لأنه لماذا؟ طيب، مسألة مهمة أشرت لها حضرة اللواء فايز فيما يتعلق بالدستور الإثيوبي ومؤشرات أن يدخل في هذا البلد في حرب أهلية. طبعا على الأقل هذا ما ذكرته وحذرت منه وكيلة الأمم المتحدة بتحذيرها بأن الوضع في إثيوبيا قد يتجه إلى حرب أهلية. ما يجري الآن هل يمضي سريعا أو تمضي سريعا إثيوبيا في هذا الاتجاه، حرب أهلية عرقية؟ الآن هناك فريقين للصراع وفريق ثالث يترقب النتيجة،
هناك صراع بين الحكومة المركزية يمثلها أبي أحمد وتشدده في الدور الحكومة المركزية على حساب الأقاليم هو الذي أفضى أو أحد الأسباب التي أفضت. وهناك عرقيات تقريبا 13 عرقية رئيسية من أصل 80 تترقب إن المآلات، لأنه قد تسعى باتجاه الانفصال إذا تطورت الأمور باتجاه الحرب الأهلية. يعني إثيوبيا من أكثر الدول ترشيحا للتفتت وأن تتجزأ وتتقسم، وبالتالي شظاياها ليست داخل الحدود الأثيوبية، ستطال القارة الإفريقية بمجملها، لأنها لن تنقسم إلى دولة أو دولتين، ستنقسم إلى تقريبا 10 إلى 11 دولة، وهذا أمر لا يمكن تخيل نتائجه في المدى المنظور. لهذا السبب قلت أن على الحكومة المركزية وعلى تيغراي وأورومو أن يلتقوا على نقطة وسطية إذا أرادوا الإبقاء على الكيان الإثيوبي الموحد، وعليهم الوصول إلى هوية جامعة. والمفارقة الغريبة أن مقر الاتحاد الإفريقي يوجد في أديس أبابا. شكرا لك اللواء فايز الدويري الخبير العسكري والاستراتيجي. وكما نوهنا قبل قليل نتابع هذه الصور المباشرة من جلسة لمجلس الأمن يتناول الوضع المتفاقم في إثيوبيا، خاصة وأن المعارك باتت على أبواب العاصمة أديس أبابا. عدم محاولة الاعتداء على أديس أبابا، كذلك دعونا حكومة إثيوبيا عدم فرض أي قيود أو إجراءات على مدنيين من إثنيات محددة بما فيها التيغراي والأورومو. نحن ندعم مبادرة وصلاحيات الاتحاد الإفريقي وممثل القرن الإفريقي. ندعو جميع الأطراف إلى التعاون تماما مع ممثل الأعلى من أجل وقف القتال مباشرة والقيام بكل التنازلات الضرورية من أجل وقف الاعتداءات. إن الوضع الإنساني متردد، فمئات الآلاف في تيغراي يواجهون المجاعة، وهناك خطر كبير أن تسود هذه المجاعة. على الأقل 1,000,000 شخص نزحوا في تيغراي ومئات الآلاف في أمورو وغيرها. فإن الوصول إلى الطعام والرعاية الصحية يجب أن يؤمن، وكل الآليات التي تؤدي إلى ذلك يجب توفيرها. ندعو كل الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون عرقلة. نعرف أن معاناة الشعب الإثيوبي يتخطى مجرد هذه الأزمة الإنسانية الحالية. فهناك تقرير قدمه مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان وخلاصاته فعلا صادمة، فهو يظهر نمطا له علاقة بقتل المدنيين واستخدام الاعتداءات الجنسية، وبالتالي ندعو إلى التحقيق في هذه الحوادث ومقاضاة الجنات. كل الأطراف يجب أن تحترم قانون الإنسانية الدولي وحقوق الإنسان الدولية حتى في أصعب الظروف. سعادة الرئيس، في كل يوم يستمر فيه القتال تزداد أهمية عمليات المقاضاة والمحاسبة وكل آليات القضاء والعدالة، وهي كلها مهمة بالنسبة لمستقبل المصالحة. إن الشعب الإثيوبي وفي المنطقة كلهم يعتمدون على التوصل إلى مسار للسلام المستدام بين الأطراف، ونحن مستعدون للمساعدة في هذا الإطار. شكرا. نعطي الكلمة الآن إلى ممثل الفيتنام. شكرا سيدي، وأود أن أشكر سيدي كالو وممثل المفوضية الإفريقية على هذا الإيجاز، وأشكر حضور سفير إثيوبيا في هذا الاجتماع اليوم. يقلقنا تردي الأوضاع في إثيوبيا، لا سيما الاقتتال المستمر وتوسع الاعتداءات داخل وحول تيغراي ومنطقتين أخرين خلال نهاية الأسبوع. فهذه المواجهات في الأسابيع الأخيرة تغرق إثيوبيا والمنطقة في المزيد من انعدام الاستقرار،
وتوصلها إلى نقطة اللا عودة. كذلك لهذا تبعاته السيئة والسلبية على حياة الملايين، وكذلك يعرقل الأنشطة الإنسانية. ندعو كافة الأطراف إلى إنهاء الاقتتال فورا والدخول في حوار وطني إثيوبي من خلال وقف لإطلاق النار بطريقة مستدامة. فوقف إطلاق النار بطريقة مستدامة يعتبر شرطا أساسيا من أجل حوار شامل لكافة الأطراف يكون منصفا ويتوصل إلى حلول للتظلمات السياسية التي أدت إلى هذا النزاع. إن تصاعد وتيرة العنف تهدد بإغراق الوضع المتردي في المزيد من المصاعب، حيث أن الشعب في تيغراي والمنطقتين الأخريين يعاني الكثير. الناس يعيشون هناك في ظروف قريبة من المجاعة، وتقوم الوكالات الأممية ووكالة حقوق الإنسان وكالات المساعدة والإغاثة بكل ما يمكنها من جهود من أجل مساعدة الشعب الإثيوبي. وكذلك نرحب بجهود سيد مارتن غريفيث ومبعوث الاتحاد الأفريقي في زيارتهما يوم الأحد من أجل مناقشة وقف إطلاق نار محتمل. ونحن ندرك أن أي حلول قد يتم التوصل إليها الآن قد لا تكون كافية ولن تلبي طموحات الشعب في المنطقة، وبالتالي ندعو إلى إيجاد الظروف المؤاتية من أجل وصول المساعدات الإنسانية وإعادة الخدمات العامة سريعا واحترام القانون الإنساني الدولي. كل هذه الإجراءات يجب أن تتخذ، كل إجراءات ضرورية يجب أن تتخذ لحماية المدنيين. كما قلنا من قبل، هذه الأزمة في تيغراي تنطلق من أسباب متعددة، بدلا من تسبب بالمزيد من الحقد والكراهية على الأطراف أن تولي اهتماما وأولوية لطموحات ورغبات الشعوب وإعادة إرساء السلام. نحن بحاجة إلى حل شامل ومستدام لتطوير إثيوبيا على أساس احترام مبادئ حقوق الإنسان. نحن بحاجة إلى حوار بناء لتلافي إراقة المزيد من الدماء، وإلا سوف تتم عرقلة مسار السلام. يجب أن يبدأ الحوار مباشرة فورا، وإلا سوف يتأخر الوقت. إن الأسرة الدولية يجب أن تدعم كل الجهود التي تؤدي إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفورية مع كل احترام للسيادة وسلامة أراضي إثيوبيا. سيدي الرئيس، هذا النزاع في تيغراي أثر على المنطقة، وبالتالي يتطلب من كافة الأطراف أن تمارس ضبط النفس، فإن مبدأ عدم التدخل في شؤون داخلية للبلاد وحل الأمور سلميا مبادئ يجب دعمها. نحن كذلك ندعم دور ممثل الاتحاد الأفريقي في منطقة القرن الأفريقي وجهوده لتوصل إلى وقف لإطلاق النار وحل هذا النزاع سلميا. كذلك ندعم مساعدة الدول المجاورة ولا سيما الاتحاد الأفريقي من أجل السلام والاستقرار والأمن والمصالحة الوطنية الضرورية والتنمية في إثيوبيا. شكرا سيدي الرئيس. أشكر ممثل فيتنام وأعطي الكلمة إلى ممثل جمهورية الصين. شكرا سيدي الرئيس. سيدي الرئيس، أود أن أشكر الممثل القرن الأفريقي
وأرحب بممثل دولة إثيوبيا في اجتماعنا اليوم. مؤخرا تدهور الوضع في إثيوبيا، رأينا تصعيدا في هذا النزاع وأدى إلى ضحايا المدنيين وتردي الأوضاع الإنسانية. من الاتحاد الأفريقي والكثير من الدول المجاورة أعربت عن قلقها، وكصديقة للشعب الإثيوبي تأمل الصين أن تضع كل الأطراف المعنية مصالح الشعب أولا وتمارس ضبط النفس تلافيا لتصعيد الوضع. في الوقت نفسه نأمل أن يلتزموا بحل الخلافات من خلال حوار سياسي ليخلقوا الظروف المؤاتية للسلام والمصالحة. لقد صدر بيان من المجلس الأسبوع الماضي حول إثيوبيا دعا فيه إلى وقف الاعتداءات وبدء الحوار السياسي. نأمل أن ترد كل الأطراف المعنية بطريقة إيجابية. إن الوضع الحالي في إثيوبيا يأتي نتيجة مزيج من العوامل السياسية والتاريخية والإثنية، وحلها لا يأتي إلا من الداخل. إن الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية تعرف أكثر من غيرها عن الخلفية التاريخية والتحديات المطروحة في إثيوبيا، وبالتالي يمكنها أن تطلع بدور رائد في التسوية السياسية لهذه القضية في إثيوبيا. إذن هذا جزء من هذه الجلسة الهامة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في إثيوبيا، جلسة هامة في توقيتها. المعارك على أبواب أديس أبابا، وأيضا كل الجهود الدولية حتى الآن فشلت في أن توقف هذا التدهور للوضع في إثيوبيا. معنا من من نيويورك مراسل الجزيرة يونس آية ياسين. يونس، ماذا عن هذه الجلسة والمنتظر منها؟ نعم عبد القادر، هذه الجلسة تأتي لتناول الأوضاع المتطورة بشكل متسارع في إثيوبيا. جاءت بدعوة من المكسيك التي ترأس هذه الدورة من مجلس الأمن، بالإضافة أيضا إلى إيرلندا والدول الإفريقية الثلاث المكونة في الممثلة الإفريقية في مجلس الأمن. في بداية هذه الجلسة استمع المجلس إلى إحاطة لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارلو التي شخصت الوضع بصفة عامة في إثيوبيا. تحدثت عن التطورات المتسارعة في الميدان، تحدثت عن الانتهاكات، ما وصفته بالانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان التي تشهدها إثيوبيا دون الإشارة إلى أي من الأطراف. ويبدو أن هذه سنة جميع المتحدثين خلال هذه الجلسة. لم نرى ولم نسمع إشارات بالاتهام إلى أي طرف دون طرف آخر، لكن كان هناك حديث عن الانتهاكات المروعة كما وصفت لحقوق الإنسان في إثيوبيا. تم الحديث أيضا عن ما الذي ينبغي عمله من طرف المجموعة. شكرا لك يونس، وستكون لنا متابعة لأهم هذه الجلسة في النشرات اللاحقة بإذن الله. يونس آية ياسين من نيويورك، شكرا جزيلا لك. إذا نكون قد وصلنا إلى ختام الحصاد. إلى اللقاء.